السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وأموركم على خير وبخير. نتمنى أنكم ما تنسونيش من التشجيعات ديالكم، التعليق ديالكم زوينة وكذلك لي بارطاج. أما بالنسبة للناس الجداد ما ينسونيش بواحد المتابعة وكذلك تفعيل زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. مع هاد الحرارة دائما تنبغيو نحضروا شي حاجة تكون خفيفة وتكون بنينة أجي نحضروا فطائر تيجيو بنان بمكونات اقتصادية. جوج بصلات غادي نشحروهم مزيان، غادي نضيف لهم الفلافل يكونوا بطبيعة الحال مشويين، وغادي نضيفوا واحد الجزرة يكون مبشورة، وغادي نضيف واحد الربعة ديال الكفتة ديال الدجاج ولا لادات، وغادي نخليوها تشحر. هنا غادي نضيفو التوابل من بعد ما ضفنا المكونات كلهم. غادي نضيف واحد المعلقة ديال القزبور حبوب، غادي نضيف ليه بزار، بابريكا، ويمكن لكم انكم تضيفوا الخرقوم، انا هنا ما ضفتو. غادي نضيفوا كذلك واحد جوج ورقات ديال سيدنا موسى. هنا من بعد ما تيطيبوا لنا ضروري غادي نحيدوهم. هنا غادي ناخد القزبر ومعدنوس، وغادي ناخد شامبينيون نوار، غادي نفزكوهم نرطبوهم مزيان في الماء، وغادي نقرضوهم، وغادي نضيفوهم من بعد ما طيب لينا الحشوة مزيان. وغادي ناخد واحد المربع ديال الشعرية ديال الشينوا، غادي نرطبوه في الماء وغادي نقطعو رقيق ونضيفو لداك الحشوة. صافي هنا غادي نضيف كذلك واحد المعلقة حتى جوج معالق ديال صوص الصوجا، وغادي نضيف كذلك واحد جوج معالق صغار ولا معلقة كبيرة ديال الموطغ، هكا تعطيها واحد المذاق خطير في هاد الحشوة. نتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا لانها فيها واحد المذاق خطير. اما بالنسبه للملح راه ضفت غير واحد الكميه قليله لانها ضفت صوص الصوجا كتكون مالحه. غادي نمروا للعجينه ديالنا ولا لي كريب ديالنا. هنا غادي ناخذ واحد جوج بيضات، غادي نضيف لهم واحد نص لتر د الحليب، الملح بطبيعه الحال، واحد ربعة كاس ديال زيت نباتيه، وغادي نضيف له كذلك الدقيق. هنا ضفت واحد جوج كيسان ديال الدقيق، يعني في نص لتر ديال الحليب غادي نضيفو جوج كيسان ديال الدقيق مع جوج بيضات، وبطبيعة الحال واحد الساشي ديال الخميرة ديال الحلويات. صافي هنا غادي نطحنو مزيان حتى ما يبقاو ليناش داك الحبيبات ويتطحن لينا داك العجين مزيان. القوام ديالو يكون بهاد الطريقة هادي، يعني فاش غادي نهزو غادي يكون خط واحد، ويمكن لكم انكم تصفيوه. انا هنا طحنته مزيان ما صفيتوش. صافي هنا غادي نخليوه يرتاح واحد الخمسة دقائق ونبداو نطيبو. غادي ناخدو المقله اش تكون شي مقله ما كتلصقش بطبيعه الحال، وغادي نوضعو فيها داك العجينه بهاد الطريقه هادي. غادي نخليوه غير يشد لينا راسو وصافي ونقلبوه كما كتلاحظوا، لان هذا ما تيجيش محمر بزاف بحال اللي تيكون حلو. يعني غير يشد راسو مزيان تلاحظوا بانه طاب. صافي غادي تقلبيه وتخليه عاوتاني يطيب باش ما يتحرقلكش، لان هذا ماشي فيه السكر باش يجي محمر. صافي غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نساليو العجينه ديالنا كلها، الكريب ديالنا كله، ونبداو في الحشوة ديالنا. بالنسبة للنار على حسب الطهي، يعني غتكون النار متوسطة، ما تكونش ناقصة وما تكونش النار مرتفعة. كما كتلاحظوا راه تيجي رطب ومشحم، هاد الكريب تيجي واعر. انا هذه هي الطريقة المعتمدة عندي، لا في الحلو ولا في المالح. صافي هنا من بعد ما سالينا لي كريب ديالنا كله، غادي نبداو نعمرو. هنا خديت الجبن ديال الدهن، يمكن لكم انكم تاخدوا حتى الجبن يعني مثلث ولا مربع ولا بحال الجبلي حتى هو يعني راه نافع قاضي الغرض كما تنقولوا. صافي غادي ندهنو، غادي نوضعوا الحشوه واحد الكميه محترمه، يعني واحد الكميه تكون يعني مزيانه باش يجيوكم المسمنات ديالكم عامرين، يعني ما يجيوش خاويين. صافي وغادي نطويوهم بهذه الطريقه هذه. ضروري انه ندهنو بواحد النوع ديال الجبن باش ما تجيناش الحشوه ديالنا ناشفه. وغادي نوضعوا الحشوه ديالنا ونطويوها بهذه الطريقه هذه بحال شكل ظرف. صافي غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نساليو
لي كريب ديالنا كلّه والحشوة اللي حطنا كلّها، ضروري أن نضيفو ندهنو بالفخوماج وعاد نوضعو الحشوة ديالنا. هنا من بعد ما ساليت غادي ناخد واحد المقيلة غادي نوضع فيها واحد المعلقة ديال الزبدة، وغادي نبدا نوضع داك لي كريب ديالنا أو داك المسمنات لي كريب ونخليوهم يتحمروا على نار متوسطة. يعني إلا لاحظت بأنه داك الزبدة نشفت ليا يمكن لنا أنا كل مرة نزيد شوية ديال الزبدة واحد المعلقة صغيرة، وفاش نوضعو على داك البلاصة اللي تكون مطوية باش تشد راسها وما تحليناش لينا من بعد ما نكونوا كنطيبوا. إلا ما كانتش الزبدة متوفرة أنا يمكن لكم أنكم دهنوا غير بشوية ديال الزيت وصافي، غير هو ما تكثروش الزيت، يعني غير واحد شوية غير دهنوا، وكل مرة يعني قلبتي غادي دهني شوية المقلة بالزيت. صافي غادي نستمر بهاد الطريقة هادي حتى يتحمروا لينا لي كريب ديالنا، ومرة مرة نقلبوهم يعني ما نخليوهمش يتحرقوا لينا. كما كتلاحظوا أنا مرة مرة كنضيف داك المعلقة صغيرة ديال الزبدة فاش تنقلب. وصافي هذا هو هادو هما المسمنات ديالنا ولا لي كريب معمرين، ويمكن لكم أنكم توضعوهم في الفرن بعد ما دهنوهم بالزبدة وتشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت وتخليوهم تقريبا واحد 10 دقائق راهم تيخرجوا مقرمشين ومحمرين تيجيو رائعين. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى أن الوصفة تعجبكم. بالصحة والراحة.